علاش فرنسا بردات القضية ديال أشرف حكيمي؟ لأنها رجعت عليها بالضرر، لقات راسها غادي تدخل في مواجهة مباشرة مع الشعب المغربي. فرنسا اكتشفت بأن المغاربة كانوا يد واحدة. تخيلوا معايا بأن البارح أكثر من 120 جريدة فرنسية إلكترونية كتبت بأن أشرف حكيمي اغتصب فتاة فرنسية، واليوم القضية تسدات. السؤال المطروح هو علاش سدات القضية؟ هادشي كامل بفضل المغاربة وبفضل البارطاج اللي داروا، لدرجة أنها تبتات البراءة ديال أشرف حكيمي في وقت وجيز. خاصكم تعرفوا بأن فرنسا وصلها الصوت ديال الشعب المغربي، وما توقعاتش بأن القضية ديال سعد المجرد غادية تأثر في الشعب المغربي وغادي تكبر بهذه الطريقه. وعرفوا راسهم بانهم داروا غلط كبير من دخلوا القضيه ديال اشرف حكيمي في هذا الوقت. راه المخابرات الفرنسيه متبعه السوشيال ميديا المغربيه وكيقراو التعاليق وكيشوفوا الفيديوهات، وماشي في الصالح ديالهم ديال فرنسا بان الشعب المغربي يكون متحد في هذا الوقت ضدها، لان الغرض ديال فرنسا هو تستعمل الشعب المغربي ضد الملك باش تقدر تحقق المطالب ديالها. لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.